مرحبا صبايا، كيفكن؟ اخباركم؟ ان شاء الله كلياتكم مناح. صبايا اليوم رح نعمل مع بعضنا بابا غنوج، بما انه اجا موسم الرمان والرمان بياخد العقل وطعمته وكلياته. هلا ما في حدا بيعرف اكيد كيف رح نشوي الباذنجان. نشوي الباذنجان بعدين رح نقشره ومنصفيه بالمصفاي. هلا عنا مكوناته للبابا غنوج، هو باذنجان مشوي مع توم، بندورة مقطعة، بقدونس، جزر مشان التزيين، رمان بنحط جواتهم كمان للتزيين. البهارات اللي رح نستعملها هي عبارة عن كمون، فلفل أسود، 7 بهارات، طبعا كتير شي بسيط، مع دبس رمان، ملح، حمض الليمون، زيت الزيتون. خلونا نشوف مع بعضنا شلون رح نبدأ نحضره. هلا خلونا نفرم الباذنجان ونشوف كيف رح نحضرهم مع بعض. هلا بننزل الملح، بعدين ننزل الفلفل الأسود، 7 بهارات، كتير نقط صغيرة يعني. هلا الكمون، يا سلام ريحة الكمون طلعت. طبعا دائما الأكل فيه توم مع الكمون بيكون بجنن. رح انزل الثوم المهروس، انا بحب كتير يعني تكون طعمة الثوم ظاهرة، كل واحد حسب الرغبة. بندورة، بقدونس، حمض الليمون، دبس رمان، رح نحط نص الكمية جواته ونصها عالتزيين، انتو حسب الرغبة اللي بدكن اياها. هلا رح احط جواته زيت زيتون، وعلى التزيين بنحط كمية الباقية. يا سلام، يعني ريحة الباذنجان المشوي تاخد العقل. هلا فينا نقدمه بصحن التقديم. هلا بنحط اذا بدنا يعني زيادة، يلي بيحب دبس الرمان فيه يحط له، وبنحط زيت الزيتون اخر اشي. انا حطيت باوله معه وقت خلطنا التوابل. هلا نحط الباقي هون. وصحتين وهنا على قلبي وقلبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونا بالاعجاب واللايك والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل شي جديد. تابعوني على قناة كندوشة الحلبية الأحية الأصلية. إلى اللقاء بفيديو تاني إن شاء الله.